مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده ديال سيني رشيد. اليوم غادي نهضروا على فيلم الساعه، الفيلم اللي صانع الحدث حاليا ماشي غير في المغرب فقط وانما في العالم كامل. كنهضر على فيلم غلادياتور جوج ديال المخرج الكبير ريدلي سكوت. بما ان الفيلم هو فيلم الساعه وبان الناس باغيين يمشيو يشوفوا الفيلم، فحتى انا في الفيديو ديالي غادي نحاول اني ندير واحد القضيه مزيانه باش ما نحرقش الفيلم. غادي نقسم الفيديو على جوج. هذا الجزء الاول فقط غادي يكون مراجعه عامه بلا ما ندخل في التفاصيل باش ما نحرقش الفيلم، وفي الجزء الثاني اللي غادي يكونوا فيه تفاصيل اكثر غادي نضطر انني نحرق بعض الاحداث من الفيلم، لان باش دير ريفيو ضروري تاخذ بعض الاحالات من الفيلم. هادشي كيخليك انك تحرق بعض الاحداث، ولكن باش يطمئنوا الناس اللي باغيين يمشيو يشوفوا الفيلم في القاعات السينمائيه، فهاد الجزء الاول من الفيديو غادي يكون بدون حرق، وغادي نهضر فقط في امور عامه كتخص هذا الفيلم. هذا نقدروا نقولوا بان هذا اكبر فيلم خرج في القاعات السينمائيه في سنه 2024. فيلم جماهيري بالقصه الجميله ديالو، جماهيري بضخامه الانتاج ديالو، جماهيري بالمعارك الملحميه الكبيره اللي تصورت بواحد الطريقه مبهره جدا. فيلم اللي مع توالي ايام العرض ومع وصول الاصداء ديالو لبزاف ديال الناس غادي يتزاد عدد الجمهور اللي غادي يمشي يشوفوا، لان تيذكرنا بطريقه او باخرى الايام الذهبيه الفرجه في القاعات السينمائيه اللي للاسف بدات كتنقرض ولا نقصات في السنوات الاخيره. العوامل المتعدده، وهاد العوامل اللي خلات ان الفرجه في القاعات السينمائيه تنقص هي بطريقه او باخرى اللي غتخلي بزاف ديال الجمهور انه ما يتذوقش هذوك المعارك الملحميه الكبيره وما ينبهرش كثيرا بالطريقه باش تصور. فمن وجهه نظري المتواضعه ريدلي سكوت تعطل شويه في انتاج هذا الفيلم هذا. لو ان هذا الفيلم هذا خرج في نهايه الالفيه 2008 2009 ولا في بدايات سنوات 2010 ربما كان غادي يكون عنده صدى اكبر وربما كان غادي يبهر المتفرج. المشكل ديال الفيلم هو انه في هذه 10 سنوات الاخيره تطورت الاعمال التلفزيونيه بواحد الشكل رهيب جدا، وبفضل منصات البث التدفقي اللي ولات كتحط ميزانيات ضخمه لانتاج المسلسلات. بزاف الناس جاوهم حتى لديورهم مسلسلات بانتاجات ضخمه بحال مثلا جيم اوف ثرونز، بحال فايكينغ. الشيء اللي خلانا المتفرج تقهم نوعا ما بالانتاجات الضخمه، ولا صعيب باش تفاجئوا ولا باش تبهروا بشي حاجه من هذا القبيل، لان الناس اللي شافوا ذا باتل اوف ذا باستردز وداك الاتقان الكبير جدا، ولا اللي شافوا المعارك اللي كانت في المسلسل ديال فايكينغ ولا غيرهم من المسلسلات الملحميه، فصعيب جدا انك تهرس وفوق الانتظارات ديالو. واخا سخرتي لهذا الشيء هذا بزاف ديال التقنيات ديال سي جي اي، واخا استعملتي بزاف ديال السفن والاف المحاربين، الا ان داك الشيء ما بقاش كيبهر بزاف المتفرج، لان صافي في هذه السنوات الاخيره تكهمنا بزاف بهذا الشيء هذا. قبل التطور ديال التلفزيون وقبل الظهور ديال هذه المنصات ديال البث التدفقي ديال الستريمين، كنا كنتسناو مره في شحال باش نشوفوا فيلم ملحمي كبير، نمشيو للسينما ونشدوا الصف باش نشدوا التيكي ديالنا باش نشوفوا شي حاجه مبهره بحال هذه المعارك الكبيره اللي كتنتج بميزانيات ضخمه جدا. اما حاليا فهذا الجانب هذا ما بقاش مبهر للمتفرج، لانه طبع مع هذا النوع ديال المشاهد. وباش فعلا تبهر المتفرج حاليا خصك تبذل مجهود اكبر. ما غاديش نبخسوا الحق ديال ريدلي سكوت لانه بذل مجهود كبير جدا من ناحيه الاخراج باش انه يبين هذه المشاهد ديال المعارك في احسن صوره، ولكن شخصيا فاش كنت كنتفرج هاد المعارك هادو ما تاروش فيا دوك المشاعر ديال التشويق، ديال الاثاره، ديال الترقب، بالمقارنه مع بدايات الالفيه فاش كنتي كتفرج في الافلام بحال هذا الشكل هذا، غلادياتور الاول ولا مثلا تروي ولا كينغدوم اوف هيفن. كنا ديك الساعه متعطشين لهذا النوع ديال المشاهد وهذا النوع ديال الافلام، وكنا كنبهروا كثيرا بهذه المشاهد الملحميه. ولكن ما نسمعوش هذا الشيء هذا ويحسب لنا بانها كانت مبتذله ولا خايبه، ولا راك لكم كانت في مستوى عالي جدا. النقطه الثانيه اللي بقيت قدامها شويه حائر، ما عرفتش واش عجبتني ولا ما عجبتنيش صراحه، هي التوظيف ديال المؤثرات الخاصه سي جي اي اللي بقدر ما كان مبهر جدا، الا انه تجاوز في بعض الاحيان حدود الواقعيه. اننا كمتفرجين غادي نتفرجوا في غلادياتور ما ننسوش باننا غاديين بالارث ديال غلادياتور القديم، باغيين المعارك تكون شويه حقيقيه وواقعيه، وسي جي اي فات هذا الجانب هذا. وما غاديش نبالغ لكم بانني فاش شفت المشهد الاول خفت ان الفيلم غادي يكون خايب، لان اول صراع ديال غلادياتور في الفيلم توظفوا فيه سي جي اي والتوظيف ديالهم كاين شويه مبتذل، ما عجبنيش. بلا ما ندخل في التفاصيل بلا ما نحرق تشوفوا نتوما، الا ان ريدلي سكوت
يقدر انه يصحح المسار ديال الفيلم لاحقا. وفيما تبقى من الفيلم بحال كتغاضى على دوك السي جي اي اللي فاتوا دوك الحدود الواقعيه اللي رسمناهم حنا كمتفرجين، واللي جايين الفيلم كما قلت لكم بإرث ديال الجزء الاول الثقيل والقوي جدا. فيما يخص القصه انا هذه هي المفاجاه الجميله جدا، لان نقدر نقول بان ريدلي سكوت لقى واحد الخلطه سحريه باش انه يدغدغ مشاعر المتفرج، باش انه يعني يورك على ديك البطونه ديال الحنين عند اي متفرج، لان كاتب السيناريو نجح انه يربط بذكاء بين الجزء الاول والجزء الثاني ديال الفيلم. والجميل جدا واللي فاجئني انا شخصيا، خاصه اني ملي مشيت للفيلم ما قريتش السينوبسيس، ما قريتش يعني داك التقديم اللي تيكون في الملصق الاشهاري ولا اللي تيكون في لي سيت انترنت اللي تيهضروا على الفيلم. مشيت هكاك بغيت نكتشف الفيلم في القاعه السينمائيه، وكان احسن ما درت. فاش بدات الاحداث ديال القصه مشيت سارح مع الاحداث، وفاش لقيت هذا الربط هذا بالطريقه الذكيه والجميله والمثيره للحنين ديالنا كمتفرجين، صافي تما فين بحال قلتي ريدلي سكوت كسبني الى الجانب ديالو ومشيت معاه في الفيلم. وصراحه هذا الشيء يحسب للكاتب السيناريو وحتى الاختيار ديال ريدلي سكوت، لان اخي بحاجه فاش كنديروا جزء ثاني سبين اوف ولا بريكويل ديال شي فيلم معين، هو اننا نغلطوا في الربط بين الجزء الاول والثاني. الربط هنا كان ذكي جدا وبطريقه غير متوقعه، واخا انهم حطوا لها مجموعه لي فورشادو في الاول ديال الفيلم، يعني مجموعه من الاحالات الذكيه اللي يعني موجهه للمتفرج الذكي، الا اننا فاش كنلقاو هذا الخيط الرابط بين الجزء الاول والجزء الثاني نستسلم تماما للحنين وكنمشيو سارحين مع الاحداث ديال الفيلم. هادشي اللي خلاني نتغاضى على جميع النقائص الاخرى ديال الفيلم ومشيت مع القصه، لان التطور ديال القصه خاصة الحبكة الرئيسية كان قوي جدا، والبناء ديال القصة كان منطقي جدا يتقبله العقل ديال المتفرج. فاش شفت انا هذا المسار الاحداث ارتحيت وقلت باننا امام فيلم كبير جدا وغادي يكون فيلم ناجح جدا. انا لاحظت بان الفيلم كانت خاصو واحد نص ساعة، يعني الفيلم فيه تقريبا ساعتين ونص، هو اصلا بعدا فيلم فيه الريتم زوين بزاف، ما فيهش الملل، لونشينمون ولي ترانزيسيون كانوا مزيانين، يعني فيلم في 3 سوايع ولا 3 سوايع وربع ما كانش غادي يجي الملل للمتفرج نهائيا. وكان السيناريست والمخرج غادي ياخذوا الوقت ديالهم باش يطوروا مجموعه من الاحداث ومجموعه من الشخصيات اللي كان خاصها شويه تطوير، لانك تحس بانه بعض المرات يعني بحال قلتي يزرب على مجموعه من الاحداث باش انه يوصلنا للذروه ديال الفيلم والنهايه ديال الفيلم. المهم كخلاصه غلادياتور فيلم ملحمي كبير جدا، ربما احسن فيلم هذا العام هذا في السينما، فيلم اللي ما شفناش يعني بحاله في السينما هذه سنوات، من حيث ضخامه الانتاج، من حيث قوه وعمق القصه، من حيث روعه المشاهد، من حيث قوه يعني حجم المعارك، ولا من حيث يعني الابهار في الاخراج. وهذا غادي نحبس هذا الجزء هذا في هذه النقطه هذه، وغنخلي لكم شويه الوقت على ما تفرجوا في الفيلم، واحد سيمانه ولا 10 ايام، وغادي نحط الجزء الثاني اللي فيه الحرق ديال الاحداث. يلا نشوفكم لاحقا.